اهلا بكم. من 9 الصباح وانا خارجه لقيتوني جيت للدار. واحد الكارثه لقيتها، ما عرفتش واش كلشي ولا حنايا. حليمه بالخبز الخبز ما خمرش. المره الاولى قلنا قللنا الخميره، وهاد المره هادي شنو واش بصح الخميره كتقدام. انا نوريكم والله ما طلع النوبه الاخرى. قلت لا واقيلا راه قللتي الخميره، واليوم واخا كثرت الخميره ما بغاش الخبز يطلع، وانا توحشت خبز ديال الدار. شوفوا الخبيزات ديالي، شوف والله ما بغاو يطلعوا ولا بغاو يطلعوا. شوف دابا هذه المره الثانيه، واش حتى نتوما اولا غير حنايا ولا الخميره بردات. دابا ما علينا ما ناكلوا خبز الزنقه وصافي. والله الا واخا طلع لي في راسي. المهم انا نشارك معكم الطياب اللي طيبت اليوم. درنا الدجاج مقلي بحال الطنجيه، كيجي غير بالثومه بلا بصله بلا حتى شي حاجه. عملنا شلاضه القوق صافي. درتي شي شلاضه، درتي شلاضه الخس. واش هذا الخس؟ توحشت الخس، شحال ما كليتو. خليكم معايا نكملوا هذا النهار في هذا الفيديو هذا. حاجه اخرى، جيت لقيت القطه ما فهمتش حاطينه لا باتي ديالها اللي كتحماق عليه وما كلاتوش. من جيت نشوف كنلقى فيه ريحه ماشي هي هذيك. خليكم معايا نوريكم. شوفوا ها الباتي والله ما كلاتو. ها نتوما شوفوا، هذا مولفه كتحماق عليه. دابا شوف والله ما تاكلوا. هاك لي زاك من جيت نشمو لقيتو فيه ريحه ماشي تلهي. شتي هاد القطه اللي عندي ما تاكلش الماكله اللي بايته، ما تاكلش شي حاجه خاصره. دابا هذا ما كلاتوش، يعني عرفتو فيه شي حاجه. من شميتو لقيت فيه ريحه خانزه. دابا عاد نرجعوا للمغازه حيت شريتو المغازه بالتيكي، عاد غادي نرجعوا لهم حيت ما يمكنش الحاجه تباع سبيريمي. واخا الحيوانات ما خصهاش تباع بهذه الطريقه هذه. جا وقت الغدا ما شهيتكم، قلت لكم درنا الدجاج مقلي بالثومه والليمون مسير. انتم عاد تشوفوا معايا. هانتم هاد الطويجن، شوفوا هاد الدجاج مقلي على حقه وطريقه. انا بغيت نوري لكم انا كندير فوق منه بطاطا. هذه شلاضه القوق، هذا العصير ديال الليمون والحامض كيجي خطير، كيجي واعر. ديك الساعات نشاركو معكم. بغيت نجي نهضر معكم. بغيت نقول لكم ما في الفيديو الاولاني اللي انا غلطت، ما درتش واحد الحاجه، ما عرفتكمش براسي شكون انا وشنو باغا من هذا الهدف من هذا اليوتيوب اولا من هاد لي ريزو سوسيو. ما عرفتكمش براسي. في هذا الفيديو هذا غنعرفكم براسي. معكم هناء، ساكنه دابا في العرايش. انا تربيت في المحمديه الحمد لله. تربيت تربيه حسنه من والديا. كانوا والديا الحمد لله سهرانين على التربيه ديالي. قريت الحمد لله، حنا كاملين بينا قرينا الحمد لله. انا كنت سيونس اكس، كنت علمي، عندي نيفو باك الحمد لله. كنت خديت نيفو باك بمونسيون. ما كتبش ما كملتش. جيت لهاد المدينه هذه بغيت نكمل، لقيت النيفو ديال المحمديه ماشي هو النيفو اللي انا كنت كنقرا فيه تما، ماشي هو هنايا. ما قدرتش نكمل باش نشد الباك ديالي. قريت شهرين في التيجيريه اللي هنا في العريش، ناس العريش يعرفوها. هي هذيك ما كملتش يعني الحمد لله. كي الحمد لله هذاك الشيء اللي قريته باقي الان دابا شاده الحمد لله. كنراجع مع بنتي، كنت كنراجع مع ولدي. ولادي دائما كانت المراجعه ديالهم انا اللي كنراجع معاهم. الحمد لله ولدي خدا الباك بمونسيون. بنتي الحمد لله كتجي من الاوائل. هادشي حيت انا واقفه عليهم ورده لهم البال في القرايه ديالهم وكنعاونهم باش مزيان الام تكون مثقفه. هو كاين الاباء حتى هما كيراجعوا ولادهم، ولكن كاين بعض الاباء ما قاريينش، ما عندهمش النيفو، ما كيراجعوش. ما عليناش. استمرت الحياه، تلاهينا في الولاد، تلاهينا في المشاغل ديالنا، تلاهينا في المشاكل. واحد النهار قررت انني نفتح تيك توك، نفتح واحد لاباج ديالي. من فتحت لاباج تيك توك لقيت الناس الحمد لله كلشي كيدخل عندي. كاين اللي كيقول شي كومونتير قبيح، ولكن هذوك الناس كيكونوا اصلا مرادين، هذوك كيكونوا بعادين. كيكون شي واحد عنده شي مشاكل، كيلقى شي وحده في تيك توك كتهضر كيدير واحد الكومونتير، ولكن اقل يعني قليل كاع. لقيت ناس من اقرب المقربين هما اللي كيدخلوا عندي وكيقولوا شي هضره ماشي هي هذيك، ولكن كيبينوا
على المستوى ديالهم، كيبينوا على الطريقه كيفاش كيخمموا بها. يعني والتجأت للقضاء الحمد لله وخدا لي حقي، وباقي كنلتجأ للقضاء، وباقي عندي شحال من حاجه ما نحط للقضاء. هذا شق من يلاه بديت لي ريزو سوسيو. حاجه شق اخر انني الحمد لله عندي والديا مثقفين واعيين. عندي الاب ديالي الحمد لله مهندس، كان مهندس ديال شركه الضوء الماء اللي هي كتفرق الضوء الماء في المغرب كامل، اللي هي لوينو. بابا قاري لواحد الدرجه ما نقول لكمش، الحمد لله كنفتخر به. وخرجنا واحد الولد حتى هو خاي اللي كيقرا دابا في قنيطره، اللي هو انجينيور ديال لي فوا ديال الطوموبيلات، ديال الميكانيك ديال الطوموبيلات. يعني كيخدم غير بالبيسي ديالو، كيخدم بالبيسي مع دول في العالم الحمد لله. وعندي خاي كيدير الاي كوميرس، لا ماشي الاي كوميرس، الكوميرس، كيدير الكوميرس في طنجة. هذه العائله ديالي الحمد لله تربينا بالعز ديالنا بالكرامه ديالنا، ما احتاجنا لحتى شي واحد الحمد لله. كان عمري ما عقلت على راسي ان بابا خلانا بلا غدا ولا خلانا بلا عشاء، ولا ما عمري في حياتي والله العظيم كنت كنقرا مع صحاباتي. ما انا كنت قريبه للسن، كانوا دائما كيدوزوا عندي، كنا كناكلوا مع بعضياتنا، ماما كانت كتجبنا الشهيوات الحمد لله. انا من اسره متوسطه، انا ماشي من اسره غنيه او لا اسره انا من اسره متوسطه، ولكن متوسطه في الحياه ديالها، ولكن في العقل ديالها الحمد لله. كما قلت لكم كنا كنعيشوا في واحد الجو اللي هو اسري، اللي هو ثقافي. كانت اي حاجه عندنا بالقرايه، اي حاجه كنديروها بالقرايه، اي حاجه بالعبار المهم. ونقول لكم حاجه اخرى، بابا بقوه الحب ديالو القرايه كانوا كيجيو عندنا الناس بحال دابا شي ماما صاحبتها ولا شي حاجه، كانت كتجي معها شي بنتها وكتجيب معها لي دوبوار ديالها وكتقول له الله يرحمك ودي راجع لي مع بنتي. وهذيك البنت سبحان الله كي راجع معاها وكتمشي فاهمه، كتقول له داك لا ماما اللي كتكون مع الدار كتقول له انا راه كندير لها السوايع والو. يعني الاب ديالنا كنقول له من هذا المنبر هذا شكرا لك، تعذبتي معنا. قطعت الفيديو ما بغيتش نبكي. نقول له شكرا لك بابا، حيت الان دابا باقي كتعذب معايا، خصوصا انا باقي كضرب عندنا تماره. يا ريت لو كل الاباء يكونوا مع ولادهم بهذه الطريقه هذه. كان وقع واحد المشكل واحد الفتره من حياه والديا، كان وقع واحد المشكل، ولكن هذاك المشكل كنقول له شكرا لك. كنقطع الفيديو باش من المهم غنقول له شكرا لك على هذاك المشكل اللي وقع في الحياه في واحد البارتي من الحياه ديالك، اللي هي الحياه ديالنا كاملين بينا. بهذاك الشيء اللي وقع عرفناك انك كتبغينا وكتحماق علينا، حيت بغاو الناس يفرقوك على ولادك، بغاو الناس يحطموا لك حياتك. الشيطان كيوقع ماشي مشكل، وقع غلط، ولكن عوضتينا عوض كبير الحمد لله. الله يجعل الاباء كاملين بحال الوالد ديالي وبحال الوالده ديالي، حتى هي كتعاونني، حتى هي مقاتله معايا، هز لي مشاكل ولادي. شحال مره كنسافر كنخلي العبء كامل عليها، ما حتى لي ما حتى بابا. شكرا لكم والديا، كنعطيهم نفديكم بحياتي. هادشي اللي غنقول لكم. هادشي انا كنديرو مع ولادي اللي هما كما انا تربيت، باغا نربيهم، باغا نخرج منهم يعني يكونوا مثقفين، يكونوا واعيين. ماشي اي واحد يجي يتنزع عليهم كما كنقولوا. بغيت نخرجهم كابابل، ما بغيتش داكشي اللي تحطيت فيه اني تحطوا فيهم هما، ومني اب ومني ام، يعني كنعوضهم على اي حاجه. هادشي اللي كاين باش ما يجيش الفيديو طويل. كنشكركم من كل قلبي. انا يلاه مبتدئه في اليوتيوب، كنتمنى انكم تدعموني باش القناه ديالي تكبر ونبارطاجي معكم بزاف باقي ما يتعطى، باقي نعطيكم شحال من حاجه ونتقاسم معكم شحال من حاجه. ولا كانوا الناس اللي قراو معايا واللي تربوا معايا شاهدين على هادشي اللي كنقول، يدخلوا عندي كومونتير، مرحبا بهم والف مرحبا. يخليوا لي كومونتير باش نكون انا عارفه راسي الصوت ديالي كيوصل لبلايص اخرين. ديجا وصل الحمد لله، نازل طنجه ولاو كيعرفوني، وكنتمنى ان يوصل للمغرب كامل. تهلاو فراسكم.